السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري بالطريقه الاصليه. حضرت المكونات بتاعه الكشري المصري كلها كده. اول حاجه جبت الحمص ومعايا 3 بصلات كده مقشراهم ومجهزاهم، وده العدس بجبه نقعاه ساعه قبل ما اعمله، ودي طماطم انا ضرباه في الخلاط، وحضرت الخل طبعا، ومعايا كيلو من الرز او اقل من الكيلو بشويه، ودي التوابل بقى: البابريكا وشويه قرفه والملح والكمون والكزبره. دي التوابل اللي انا هستخدمها في الكشري بتاعي. وطبعا توم، قشرت راس من التوم كده وهرستها كويس كده بالشكل دوت. وحضرت المكرونه اللي هي مكرونه طويله. فاضل بس حاجه واحده، فاضل الشعريه. جهزت الشعريه برضو معايا كده بالشكل ده كده. دي الكميه المناسبه. انا كنت عامله ربع كيلو عدس بجبه. والبصل بقى هبدأ أول حاجة بالبصل كده بالشكل دوت. عايزة أقطعه رفيع. أنا عايزة التقطيعات كلها تبقى واحدة، لأن لما بقطعه واحد كده متساوي البصل ما بيتحرقش مني وبيبقى جميل وناشف بالشكل ده. لكن لما بقطع بصلايه كبيره وبصلايه صغيره على ايدي ما بتبقاش متساويه بالظبط. زي القطعه اللي انا جبتها دي كانت عندي قطعه الخضار، فعملت بيها كده. ممكن نقطعها بالمبشره برضو. الطريقه ديت بصراحه خلت البصل ناشف خالص وجميل وطلع زي ما انا عايزه بالظبط كده بالشكل ده. مخدتش وقت كمان وعينيا ما حرقتنيش زي كل مره. بالشكل ده كده شايفين البصل طالع متساوي خالص وشكله جميل بصراحه. متقطع بالشكل ده الجميل ده. انا عايزاه اجنحه كده، اجنحه رفيعه بالشكل ده كده. اصبح البصل بتاعي جاهز. حطيته بقى في طبق كده، واحط عليه معلقتين من الدقيق وكمان معلقتين من النشا، وهقلب الحاجات دي كويس قوي. وانا بقلب هقلب بالراحه كده بالمعلقه او بايديا. مش عايزه ميه تنزل من البصل. انا عايزه البصل بتاعي كده بالشكل ده كده بس مغلف بالنشا والدقيق بالشكل ده كده. اقلبه حاجه بسيطه بالمعلقه، انا معلقتين كده وقلبت بيهم. ده كده اصبح جاهز. اول حاجه هبدا بيها بقى الحمص. هحطه يتسلق على النار لانه بياخد وقت كتير. انا كنت ناعمه من بالليل. حضرت بقى حله كده من الالومنيوم، حطيت فيها شويه زيت. الزيت اللي انا اخدته ده هو الزيت اللي انا هعمل بيه الكشري كله، مش هغير حاجه. اول حاجه هعملها بقى هبدا احمر البصل بتاعي بالشكل ده. هحطه كده حطيت نص الكميه. هقليها الاول كده. انا عايزاها تطلع صفرة، مش عايزاها محروقه. وانا بقى حطاه كده على النار هقلب فيه كل شويه عشان البصل ياخد لون واحد كده بالشكل ده. طبعا البصل على نار عالية مش على نار واطية. وانا بقلب شايفين بيحاول كده يمسك في بعضه، بس النشا والدقيق اللي انا حطاه يفكفك تاني من بعضه ويبقى جميل جدا. طعمه بصراحة كان عامل زي الشيبسي. قرب كده في المرحلة ديت ياخد لون. هقلب بقى، هقلب كده بالشكل دوت على قد ما اقدر كده. قلبي لحد ما تحسي ان البصل كله بقى لون واحد، عشان ما فيش بصلايه تبقى غامقه وبصلايه صفرة وتبوظ لك البصل. لا بالشكل ده شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ لونه عامل زي الذهب كده. ايوه هو ده اللون اللي انا عايزاه. بالشكل ده انا هطلعه بقى. هطلعه واصفيه في المصفى كده واحطه على مناديل عشان المناديل تشرب البصل بتاعي، تشرب الزيت من البصل كده بالشكل ده. اسيبه بقى لغايه ما اخلص الوصفه خالص. هيكون نشف وبقى جميل خالص مقرمش والله زي الشيبسي كده بالظبط. هنعمل بقى باقي الكميه. شايفين الشكل طلع ازاي عامل ازاي؟ دي اول حاجه عملناها في الكشري المصري بتاعنا. نشف ازاي؟ الله جميل، تحفه بالشكل ده كده. هبدأ بقى اجهز المكرونه بتاعتي. دي المكرونه الطويله والمكرونه الصغيره هسلقها. حله بقى فيها ميه بتغلي كده، حطيت فيها معلقه من الملح ومعلقتين من الزيت عشان المكرونه بتاعتي تبقى ما تعجنش بالشكل دوت. وهسلقها بقى لنفس السلق المكرونه العاديه خالص، غلوتين كده على النار. واول ما احس ان هي بقت طريه هطلعها بالشكل ده كده. ايوه حاجه بسيطه، اول ما تغلي غلوتين هطلعها كده تبقى طريه بالشكل ده كده. ده المكرونه اللي انا عايزاها. ايوه هي كده بالشكل دوت. هطلعها بقى اصفيها وهجهزها على جنب. كل حاجه هعملها اخليها على جنب. شايفين انا جهزت كده البصل والمكرونه. فاضل بقى انا ده برضو الزيت ده نفس الزيت اللي انا قليت فيه البصل، صفيته وهرجع اقلي فيه العدس بجبه. العدس انا كنت نقعاه ساعه في ميه سخنه، كنت نقعاه في ميه سخنه. فانا نشفته بقى كويس كده، وهبدا اقليه في الزيت بتاعي. بعد ما صفيته هقليه بقى في الزيت بتاعي كده بالشكل ده لحد ما احس ان
العدس بجبة بتاعي بدأ يستوي. دي طريقة. في طريقة تانية احنا ممكن نسويه عادي زي الرز العادي خالص ونحط له مية ونسويه، بس انا قلت اعمله بطريقة جديدة. انا عملته كذا طريقة قبل كده، فدي طريقة جديدة، الطريقة الاصلية للعدس زي المطاعم كده بالظبط. هبدأ انكه بقى العدس بجبة بتاعي بشوية كمون، معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة كده بالشكل ده، وهو في الزيت. خلي الزيت يتنكه بنكهة التوابل دي بالشكل ده كده، بيبقى جميل خالص. انا لسه هستخدم الزيت ده تاني في الشعرية وفي الرز الابيض بتاعي. حطيت شوية من الملح كده عليه عشان يبقى مملح، وشويه قرفه صغيرين. يبقى انا حطيت كمون وكزبره وشويه ملح وشويه قرفه صغيرين، وهبدا اقلب 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 لحد ما احس ان العدس بتاعي بدا يستوي. طبعا العدس ده من البقوليات اللي بتساعد على انتاج كرات الدم الحمراء، وبيقلل كمان احتماليه الاصابه بالسكتات الدماغيه. ممتاز بصراحة وجميل ومفيد جدا جدا. كمان العدس ذكر في القرآن، فليه فوائد كتير. دلوقتي بقى هو استوى كده وحسيت ان هو بقى مستوي، فانا هطلعه بقى اصفيه بالمصفى بالشكل دوت، واطلعه على مناديل برضو عشان ما يبقاش فيه زيت خالص. شايفين كده هو لونه بقى بعد ما طلع كان باللون ده. انا صفيت الزيت تاني وهبدأ بقى احمر فيه الشعرية بالشكل دوت عشان اعمل الرز بتاعي الابيض. طبعا كميه الزيت كانت كبيره شويه، فانا نقصت منها شويه عشان لسه هعمل الصلصه. انا ما استخدمتش غير هما شويه الزيت اللي انا استخدمتهم دول بس، هي مره واحده في السنه بقى، فاحنا استخدمنا شويه الزيت دول. هحمر الشعريه، هحاول كده اخليها غامقه. الشعريه بتاعه الكشري بتبقى غامقه، مش بتبقى فاتحه زي الرز الابيض بتاعنا، الرز بشعريه العادي خالص. لا، غمقي شويه عشان الشعريه تبقى باينه في الكشري المصري بتاعنا باللون ده. ايوه، لون بني مش لون اصفر، مش ذهبي، بالشكل ده كده. وطبعا الزيت واخد من طعم الكزبرة والكمون، واخد من طعم القرفة اللي انا كنت حطاها في الاول على العدس بجبة. فوانا بقلي الشعرية كده الريحة كانت خطيرة. احط الرز الابيض بتاعي بقى، احط الرز الابيض بتاعي بالشكل ده كده، اقلب بقى. شوحي الرز في الشعرية على قد ما تقدري كده، بيبقى الخطوة دي بتخلي الرز جميل ومفلفل قوي بصراحة بالشكل ده كده. شايفين عامل ازاي؟ فلفلته خالص. هنكهه برضو بشوية قرفة، بشوية كمون وشوية كزبرة وشوية قرفة صغيرين، وهحط الملح المناسب للرز كده بالشكل ده، كأنك بتعملي رز عادي خالص. ونكهيه بقى بالحاجات بتاعة الكشري المصري كده. الريحة بصراحة كانت جميلة، ريحة البيت كانت جميلة خالص، وكأن عندنا المطعم الكشري، عندنا مطعم كشري ابو طارق. وقلبي بقى وشوحي كده الرز على قد ما تقدري بالشكل ده كده، فلفليه. هحط بقى ميه بتغلي على الرز كده بتاعي بالشكل دوت، الميه المناسبه لتسويه الرز كده، تبقى طالعه عن الرز حاجه بسيطه بالشكل ده. وقلبيه تقلبتين وسيبيه بقى يستوي على نار عاليه. ولما الميه تنشف هنخليه يستوي على نار هاديه خالص الرز العادي. قفلت بقى عليه كده بالشكل دوت لحد ما نبدا نوطي عليه تاني كده. الميه اتشربت، اوطي عليه بقى واسيبه يستوي كمان ربع ساعه ولا تلت ساعه لحد ما يستوي براحته على نار هاديه خالص. وكده خلصنا الرز بتاعنا، جهزنا 3 حاجات اهوت من الكشري بتاعنا. ده الزيت، باقي الزيت بقى حتى فيه كده التوابل بتاعتي. هحمر فيه بقى نص كميه التوم اللي معايا عشان اعمل الصلصه بالشكل ده. انا عايزاه التوم يصفر شويه، مش عايزاه يتحرق، حاجه بسيطه كده. ولما التومه بقى تتحمر في التوابل اللي هي طالعه في الزيت ديت، الكمون والكزبره، بتبقى ريحتها جميله بصراحه. الكزبره بقى كل ما تتحمر كده مع الزيت بتبقى ريحتها جميله قوي، والكمون. بدأ التوم بتاعي يصفر كده بالشكل ده، مش عايزاه يصفر قوي يعني لونه يتغير جامد، انا حاجه بسيطه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وقلبي قلبي على قد ما تقدري. الحله عندي كانت استانلس، فكان لازم اقلب كتير عشان التوم بتاعي ما يتحرقش مني بالشكل ده كده. هبدأ احط بقى نص فنجان من الخل او معلقتين كده بالشكل ده. الخطوه ديت بتدي ريحه جميله قوي للصلصه، بتبقى زي صلصه المطاعم بس بالظبط. هحط بقى الطماطم بتاعتي اللي انا كنت مصفياها، احط الكميه المناسبه للكشري اللي انت عايزاه، او عايزه تعملي كميه كبيره هتستخدميها لحاجه تاني. دي كانت 2 كيلو طماطم، فانا كنت عامله بزياده بصراحه بالشكل ده. مصفياها كويس، ضربها في الخلاط ومصفياها، وهسيبها بقى على النار، على نار هاديه تستوي براحتها خالص لحد ما تستبك. واحط لها التوابل بتاعتي بقى، الكمون والكزبره والملح والبابريكا وسنه قرفه صغيره خالص. سنه القرفه دي اختياري، انا بحب القرفه في الكشري فبحب احطها بصراحه، بتنكه الكشري وبتخليه جميل قوي. وهقلب بقى الصلصه بتاعتي واسيبها على نار هاديه تستوي خالص
تتسبك كده وتتقل حاجه بسيطه. الصلصه دي بتبقى تقيله مش بتبقى خفيفه، في ناس بتحب تخففها، انا بحبها تقيله كده بالشكل ده كده. شايفين هي تقيله هي كده بالشكل ده. اصبحت الصلصه بتاعتي جاهزه كده. يلا بالشكل دوت احنا كده خلصنا كذا حاجه من حاجه الكشري، ما خدش وقت بصراحه، انا جهزت بس الحاجات وبعد كده ما اخدش وقت. الكشري كله على بعضه ما اخدش ساعه. حضرت برضو شويه زيت من اللي كانوا معايا دول، انا كنت مصفياهم وخليهم على جنب. هحمر فيهم بقى ايه حوالي 3 4 معالق كده من الشطه الحراقه، هعمل صلصه شطه حراقه. الصلصه دي احلى خطوه في الكشري بصراحه، بتبقى جميله قوي وتشم ريحه الحرقان الشطه كده بتبقى جميله. انا بحب الصلصه الحراقه دي. هقلي كده الشطه بتاعتي في الزيت لحد ما احس ان هي ايه بدات ترغي كده، ايوه، وتصفر كده حاجه بسيطه، وريحتها تحسيها في مناخيرك كده بالشكل ده. الله ريحتها جميله بصراحه، ريحه الشطشطه دي جميله قوي. والصلصه بتاعتي بقى اللي انا عملتها قبل كده هحط عليها كده شويه وبس. اول ما تاخد غلوه 2 هتبقى جاهزه معايا بالشكل ده. شايفين؟ حاول نوطي البوتاجاز بقى لان هي بتبهدل الدنيا بصراحه، عشان الشطه مقليه في القلي في الزيت. احط عليها كده الصلصه. الله على الريحه جميله، مش محتاجه احط ملح تاني لان الصلصه دي كان عليها ملح. كده بالشكل دوت بقى عندي كل حاجه من الكشري، فاضل بس الخل. هعمل دقه الخل بقى، دي اللي ناقصه بعد ما خلصت الصلصه. غلوه كده على النار وهطفي عليها بقى خلاص. هعمل الخل. حضرت كده ميه هحط فيها بقى باقي التوم بتاعي اللي انا هرساه، واحط عليه كزبره وكمون ومعلقتين من الملح، وادوب الحاجات دي كلها في الميه كده. اصبحت الايه دقه الخل بتاعتي جاهزه بالشكل دوت. الناس اللي بتحب الخل، وهحط طبعا عليها خل حوالي فنجان كده من الخل بالشكل ده. في ناس بتحب تحط نص الكميه ميه ونصها خل، على حسب ما تحبي. عايزه تحبي طعم الخل كتير فيها زودي الخل كتير، عايزاها كده بالشكل ده معقوله ماشي كده. حضرتها ودي اصبحت جاهزه كده. خلصنا كل حاجه للكشري. فاضل بقى المكرونه بتاعتي بعد ما صفيتها، هحط عليها معلقتين من الزيت كده واقلب. لو عايزه تحطي معلقتين من الزيت مع معلقه من الزبده وتشوحي على النار، دي طريقه. عايزه تخليها كده بالشكل دوت ماشي مفيش مشكله، وقلبي المتاح ليكي واللي عايزاه بالشكل ده كده. والمكرونه الطويله مع الصغيره بصراحه بتدي شكل جميل قوي في الكشري. هنبدأ نجهز بقى الكشري بتاعنا ونعمل الطبق المصري الأصيل بالشكل ده. حضرت طبق، طبعا الكشري بتاعي سخن خالص. الرز الأول، رز بشعرية هحطه في الأول، فهيسخن لي المكرونة وهيسخن لي العدس لو حاجة من الكشري بتاعي بردت. فالرز بشعرية دوت هيسخن كل الحاجات تاني بالشكل ده. هحط الرز الأول واحط طبقات بقى الكشري زي المطاعم بالظبط كده. ريحة الرز ده وانا بحطه بصراحة كانت جميلة. هحط العدس بتاعي بقى اللي انا قلياه كده بالشكل ده، العدس بكبة باين خالص زي المطاعم اهو كده بالشكل دوت. تحفة. ريحة العدس كانت جميلة بصراحة. ريحة الكمون والكزبرة الناشفة خرافة جدا بصراحة كده. دي الطبقة التانية في الكشري المصري بالشكل دوت. انا بوزعها على الرز بالشكل ده. انا حطيت الكشري بتاعي في حاجه غويطه كده عشان اعرف اعمل طبقات براحتي وما توقعش بالشكل ده. هحط بقى الطبقه اللي بعد كده المكرونه، احط المكرونتين مع بعض كده بالشكل دوت كده. جميله وسهله بصراحه. شويه الزيت اللي انا حطيتهم فكفكوا المكرونه خالص وخلوها جميله كده مفكفكه. عايزه تضيفي عليهم شويه فلفل اسمر ماشي، بس انا بحبها بيضه كده بالشكل دوت. عايزه تضيفي لها اي حاجه ضيفي لها زي ما انت عايزه، لكي مطلق الحرية. وده بقى البصل بتاعنا الجميل، شايفينه عامل ازاي؟ تحفة، عامل زي الشيبسي بالظبط وريحته جميلة خالص بالشكل ده. كل بصلاية مفيش فيه اي بصلاية طرية خالص، بالعكس ناشفة، طعمها جميل قوي. ودي طبقة البصل كده بالشكل ده. هحط بقى طبقة الحمص جنب البصل. الحمص انا حاطه له ملح بس مش منكهاه باي حاجة. الحمص ده جميل بصراحة تحفة قوي. الولاد الصغيرين بيتخانقوا عليه ويقعدوا ياكلوه كده، جميل بصراحة. انا عندي اطفال بتقول عليه لب، يقعدوا ينقوه من الكشري ويقولوا عليه لب.
احط الصلصه بتاعتي الجميله اللي انا عملتها دي، الصلصه اللي مش حراقه، عشان لو في اطفال ولا حاجه ما احطش الحراقه. الحراقه بقى انا بحطها جنب الكشري، اللي عايز ياكل منها ياكل. بالشكل ده الطبق اصبح جاهز، ريحته خطيره. الناس اللي كانت موجوده ما كانتش قادره تستحمل من الريحه بصراحه. شايفين بقى؟ تعالوا ندوق كده مع بعض الطبقات كلها ظاهره ازاي، زي المطاعم بالظبط. وناخد معلقه بقى من صلصه الشطه بالشكل ده. جميل جميل بصراحة، مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، طعمها خطير. ده شكل بقى الكشري بتاعنا. لو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.